فانت كده عشان بس ابقى ماشي مع حضرتك في عاملين للكراهيه، الكراهيه الاولى تاريخ المصادمات مع الشرطه بالظبط، الثاني والاعلام كان بيجسدها ثاني حاجه تدمير الاراده الشعبيه في انتخابات 2010. فحتى الناس اللي هي زور ضدها او فشلت ليها انصار، هؤلاء بالزبط. الانصار اصبحوا الان هو الشعب كله بقوا في الخندق المضاد تمام للدوله. فالقصه ما بقتش مرتضى الذي اسقطوه، القصه بقت الالاف او اللي هي في دائره مرتضى. مظبوط. في وقت انت بتعاني من البطاله وبتعاني من امراض الانفلونزا الخنازير، والفلاح يعاني من المديونيات بتاعت الجمعيات الزراعيه، والعامل يعاني من عسف بعض اصحاب الشركات اللي اشتروها من المستثمرين اللي اشتروها في الخصخصه، والطالب بيتخرج ما بيلاقيش شغلانه. كل دون تجمع بقى في نفسيه المواطن المصري. وكانت اللحظه هو انه حد بس ينزل. لما نزل بعض الشباب وكانت طلباتهم في اول يوم محدوده، هي محاكمه الضباط الذين اهانوهم، لذلك نزلوا يوم 25 يناير وهو يوم عيد الشرطة كرمز ان انا محتج على هذا الجهاز. لم يكن احتجاج على نظام حكم، لم يكن احتجاج على مش اسقاط حكم خالص. ولكن اللي انا قلت لك بقى الشعب كان مستني هذه اللحظة الفارقة. البعض يسميها انتفاضة ثم تحولت الى انقلاب عسكري سلم السلطة الى الاخوان المسلمين. والبعض يسميها انتفاضة وانتهت بكارثة وهي الفوضى اللي احنا فيها. والبعض يسميها ثورة ولكنها ثورة غير مكتملة. كل واحد وجهة نظر من المنظومة اللي هو بيشوفها حسب ثقافته وحسب بيئته. يعني انا كرجل قانون اعرف ان الثورات هي تغيير النظم السياسية واقتصادية واجتماعية في مجتمع. هتقول لي لا دي ثوره، هقول لك انا مختلف مع حضرتك، لان ما هي النظم السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه التي تغيرت في المجتمع المصري؟ بالعكس، اذا كان هناك تغيير فهو تغيير للاسف.